بيبدأ الفيلم مع بنت عندها 17 سنة اسمها نوفالي، وبتكون حامل من حبيبها بيلي. وبيجي بيلي وبيركب العربية، وبعدها بتركب نوفالي العربية مع بيلي وبيمشوا في طريقهم. وبعد شوية وقت بتنام نوفالي وبتشخر وهي نايمة، فبيتضايق بيلي من صوت شخيرها وبيصحيها. وبمجرد ما بتصحى نوفالي من نومها بتتفاجئ ان جزمتها وقعت من الفتحة اللي في أرضية العربية، وبتشوف مول كبير على الطريق. فبتطلب من بيلي ان هو يقف عشان عاوزة تدخل الحمام، وبتاخد منه فلوس عشان تشتري جزمة جديدة بدل اللي ضاعت. وبمجرد ما بتدخل المول بتجري على الحمام بسرعة، وبعدها بتشتري شبشب وبتروح للكاشير عشان تدفع ثمنه. وبتحس ان في حاجة غلط هتحصل، فبتسيب كل حاجة وبتخرج من المول بسرعة. وبتكتشف ان بيلي سابها وهرب، وبتلاقي الكاميرا بتاعتها مرمية على الأرض. فبتقعد نوفالي على الأرض وهي مصدومة ومش مصدقة اللي بيحصل. وبيمر الوقت وما بيرجعش بيلي، فبتقعد نوفالي في الجنينة اللي جنب المول، وبتبقى محتارة ومش عارفة تعمل ايه. وبتشوفها واحدة من سكان المدينة اسمها سليمة، وبتتكلم معاها وبتبقى فاكراها اخت جوزها. فبتقلق منها نوفالي وبتحاول تفهمها انها مش اخت جوزها، لكن سليمة ما بتديش فرصة لنوفالي تتكلم. وبتديها سلة فيها شوية هدية، وبتديها شجرة صغيرة، وبتقول لها ان هي بتشتغل في الزراعة هي وجوزها، وبتوصف لها بيتها وبتطلب منها تزورها في اي وقت. وبعدها نوفالي بتدخل المول وبتشتري اكل باخر فلوس معاها، وبتقابل مصور اسمه موزس، وبتبقى معجبة بالكاميرا بتاعته. فبيلاحظ موزس ان نوفالي بتحب التصوير، وبيقول لها ان الكاميرا اللي معاه من نوع نادر جدا، وبيديها الكارت بتاعه، وبيعرفها ان هو هيبقى موجود في المول في الاسبوع الاول من كل شهر. وبعد شوية وقت نوفالي بتسمع الاذاعة الداخلية في المول، وبتكون بتعلن عن ميعاد اغلاق المول. فبتقرر نوفالي انها تدخل الحمام قبل ما تمشي، لكنها بتحس بتعب شديد وما بتبقاش قادرة تتحرك. فبتقعد في الحمام وبيغلبها النوم. في نفس الوقت ده بيبقى بيلي على الطريق، وبيشوف بنت عربيتها عطلانة وواقفة على جنب الطريق، فبيقف لها بعربيته وبيعرض عليها يوصلها في طريقه. فبتوافق البنت وبتحط كل الشنط بتاعتها في عربيته، وبيكون معاها شنطة بلاستيك صغيرة بتحطها في شنطة العربية. وأثناء ما هم في الطريق بيلي بيخدع البنت اللي راكبة معاه دي، وبياخد منها كل فلوسها بحجة إن هو عاوز يحط بنزين في العربية. وبعدها بشوية وقت الشرطة بتوقف بيلي، وبيعرف بيلي من ضابط الشرطة إن الحاجات اللي موجودة جوه شنطة عربيته مسروقة. فبتنكر البنت معرفتها بأي حاجة من اللي جوه العربية. فبتقبض الشرطة على بيلي وبيدخل السجن. وفي الوقت ده نوفالي بتصحى من النوم، وبتكتشف إن محدش من العمال والموظفين لاحظوا وجودها وقفلوا عليها المول. فبتقعد تقرا في المجلات والكتب اللي موجودة في المول لحد ما بتنام. وتاني يوم الصبح بتصحى نوفالي على صوت المنبه، وبتكون ظابطة قبل ما يوصل موظفين المول. وبيجي الليل وبترجع نوفالي للمول قبل ما يقفل، وبيشوفها فورني بالصدفة وهي بتدخل للمول. وبعد شوية وقت نوفالي بتحس بألم شديد وهي نايمة، وبتكون على وشك الولادة، وبتفضل تصرخ من كتر الألم، وبتبدأ تفقد وعيها. وفجأة نوفالي بتشوف شخص مجهول وهو بيكسر إزاز المول، وبيدخل عشان ينقذها. وتاني يوم نوفالي بتفوق في المستشفى وبتقابل ممرضة اسمها ليكسي، وبتلاحظ نوفالي إن أوضتها مليانة ورد. فبتسأل ليكسي مين اللي جاب لها بوكيهات الورد دي، فبتقول لها ليكسي إنها بقت مشهورة جدا، وإن في مراسلين صحفيين مستنيينها عشان يقابلوها، وده لأنهم عاوزين يتكلموا مع الأم اللي ولدت طفلتها في المول. فبتخاف نوفالي وبتبقى فاكرة إنها هتتسجن لأنها عاشت في المول وولدت فيه. وبتقول لليكسي إنها مش معاها فلوس تدفع حق المستشفى، ده غير إنها وحيدة ومش بتشتغل، وبتبقى خايفة لحسن ياخدوا منها البيبي. فبتهديها ليكسي وبتروح تجيب لها بنتها عشان تطمنها. فبتفرح هنا نوفالي جدا بطفلتها، وبتقول لها ليكسي إن فورني أمين المكتبة هو اللي جابها المستشفى، وإن هو اللي كسر إزاز المول عشان يدخل لها وينقذها، وبتطمنها إن هو بخير. وبعدها نوفالي وليكسي بيروحوا الحضانة، وهناك نوفالي بتسمي بنتها أمريكوس، وبتتكلم مع ليكسي وبيتصاحبوا على بعض. وبتعرف نوفالي إن ليكسي مطلقة وأم ل4 أطفال. وفي الوقت ده بيدخل واحد من المراسلين للمستشفى، وبيعمل لقاء تلفزيوني مع نوفالي، وبيعرف منها قصتها كلها، وبيعرف إنها قعدت في المول 6 أسابيع. وتاني يوم نوفالي وليكسي بيقروا الجوابات اللي الناس بعتتها لنوفالي، وبيبقى في أشخاص كتير متعاطفين مع نوفالي، ده غير إن إدارة المول بعتت لها تهنئة بالمولود ومبلغ كبير جدا عشان تصرف على طفلتها منه. وبيكون في ناس تانية مش عاجبهم إن نوفالي حملت من غير جواز، وبعتت لها جوابات فيها شتيمة. وبتيجي سليمة عشان تزور نوفالي وتطمن عليها، وبتزعل جدا لما بتعرف باللي أمها عملته معاها. فبتعرض سليمة عليها إنها تيجي تعيش معاها في بيتها. فبتتأثر نوفالي من تصرفها النبيل وبتوافق. وبالليل نوفالي بتاخد بنتها وبتروح المكتبة عشان تشكر فورني على اللي هو عمله معاها. وهناك بتعرف نوفالي إن فورني بيساعد أخته الكبيرة لأنها تعبانة وما بتخرجش من أوضتها. وبتدي نوفالي بنتها لفورني، وبتاخد لهم صورة مع بعض. وفي الوقت ده بيلي
بيبقى في السجن وبيقضي وقته في اللعب على الجيتار وتأليف الأغاني. وبعد شهر بيجي 2 متشددين من جماعة دينية لبيت سليمة وبيبقوا عاوزين يقابلوا نوفالي وطفلتها، فبتقلق هنا سليمة منهم وبتحس إنهم ممكن يأذوا نوفالي وطفلتها، فبترفض تدخلهم بيتها وبتقفل الباب في وشهم. وبتبقى نوفالي في المكتبة بتقرا كتب عن التصوير الفوتوغرافي، وبيجي فورني وبيلاحظ إنها بتلاقي صعوبة في جمع المعلومات من الكتب، فبيساعدها كالعادة. وفجأة بيسمعوا صوت جاي من الدور اللي فوق، فبيخمن فورني إن أخته المريضة وقعت، فبيجري عشان يطمن عليها. وبتروح نوفالي وراه وبتتعرف على أخته ماري، وبعدها بيروحوا سوا لسوق الحاجات المستعملة عشان نوفالي تشتري هدية لسليمة وجوزها بمناسبة عيد جوازهم. وبيحكي فورني لنوفالي إن أخته ماري تبقى هي أمينة المكتبة، وإن هي حاليا بتتعالج من إدمان الكحول. وبيقول لها إن هو قرر يسيب دراسته في الجامعة عشان يراعي أخته. وأثناء ما هما بيتكلموا نوفالي بتشوف كاميرا مستعملة، فبتفرح جدا وبتجري بتشتريها. وبعدها بتروح نوفالي لموزس عشان يفحص الكاميرا اللي هي اشترتها ويعلمها ازاي تبدأ تشتغل في مجال التصوير الفوتوغرافي. وبيجي الليل وبتبقى نوفالي مع فورني بيشتروا شجرة الكريسماس. وأثناء ما هم راجعين في الطريق فورني بيبقى فرحان لأن أميريكوس بنت نوفالي كبرت وبقى عندها 5 شهور. وبمجرد ما نوفالي بتسمع رقم 5 بتترعب وبتجري على البيت فورا. وهناك بتلاقي عربيات الشرطة قدام البيت وبتعرف إن بنتها اتخطفت. وبتفتكر سليمة الاتنين المتشددين اللي جم عشان يقابلوا نوفالي وهي طردتهم، فبتقول لضباط الشرطة إن المتشددين دول قالوا إن هم من ولاية ميسيسيبي وجايين عشان يخلصوا نوفالي من خطيئتها. فبتتحرك قوات الشرطة بسرعة وبتروح على مكان الجماعة المتشددة، وهناك بيلاقوا الطفل أميريكوس وبيسلموها لنوفالي تاني، وبيعرفوها إن الاتنين اللي خطفوا بنتها حاولوا يهربوا منهم لكنهم قبضوا عليهم. وتاني يوم بيخرج بيلي من السجن وبيروح يقابل صاحبة شركة إنتاج وبيبدأ يسمعها الأغاني بتاعته، فبتعجب المنتجة بصوته وبتمضي معاه عقد عمل وبتعرفه إن هي هتساعده عشان يبقى مغني محترف. لكن هو بيبدأ كمغني في حانة صغيرة، وبيفضل بيلي يتنقل بين الحانات لمدة 3 سنين لحد ما بيسجل أول أغنية ليه وبتتذاع على الراديو. وفي الوقت ده نوفالي بتبقى مصورة مشهورة جدا والمدينة كلها بتكون عارفاها، وبيساعدها فورني وسليمة في رعاية بنتها أثناء غيابها في شغلها. وفي يوم نوفالي بتبقى قاعدة تتفرج على الصور بتاعتها وفجأة بتحصل عاصفة شديدة، وبيعرفوا من نشرة الأخبار إن في إعصار كبير هيحصل في منطقتهم. فبتطلب سليمة من نوفالي إنها تاخد بنتها وتروح على المخبأ المخصص لحماية المواطنين من الأعاصير، وبتعرفها إنها هتودي طبق شوربة لجارتهم المريضة وهتحصلها على طول. وبمجرد ما بتدخل نوفالي وبنتها جوه المخبأ بتهب عليهم ريح شديدة جدا، وبيكون في واحدة من الجيران عاوزة تقفل باب المخبأ عليهم، لكن نوفالي بتطلب منها تستنى شوية لحد ما سليمة تيجي. وبتخرج نوفالي من المخبأ عشان تروح تستعجل سليمة، لكن الإعصار بيقرب من المكان وبيكون شديد جدا، فبتحاول نوفالي ترجع على المخبأ بسرعة لكن الرياح بتكون شديدة وبتسحبها بره المكان. فبتمسك نوفالي في السلم وبتيجي جارتها وبتمسك ايديها وبيلعب الحظ دوره والرياح بتقفل باب المخبأ عليها. وبعدها بنعرف ان سليمة ماتت في الإعصار ده غير ان البيت اللي كانوا عايشين فيه اتهد وتحول لكومة كبيرة من الحطام. ونوفالي بتاخد صورة لبنتها حوالين حطام البيت. وبعدها بيجي المحامي بتاع سليمة وبيقول لنوفالي ان سليمة كتبت الأرض بتاعتها ومبلغ التأمين على حياتها باسمها هي. فبتفرح نوفالي جدا وبتبقى مش مصدقة نفسها، وأول حاجة بتعملها انها تبني البيت اللي اتهد من تاني. وفي الوقت ده بيلي بيكون مع المنتجة اللي هو شغال معاها وبيعرف منها ان زميله اللي كان معاه في السجن رفع قضية على شركة الإنتاج، وده لأن بيلي سرق كل كلمات أغانيه. وبتقول المنتجة لبيلي انها هتخلي مسؤوليتها تماما من الموضوع ده وان هو اللي هيواجه التهمة لوحده. وفي نفس الوقت ده نوفالي بتكون موجودة في حفلة كبيرة عشان تتكرم وتاخد جايزة أحسن مصورة عن صورتها اللي صورتها لبنتها وسط حطام البيت. وبعد كام يوم بتموت ماري أخت فورني، فبتروح لنوفالي وبتعزيه. وفي الوقت ده فورني بيصارح نوفالي بحبه ليها وبيقول لها ان هو عاوز يكمل حياته معاها، لكن نوفالي بتقول له ان هم اصحابه وبس، وبتطلب منه يرجع يكمل دراسته في الجامعة وبتسيبه وبتمشي وهي حزينة جدا لانها بتحبه، لكنها رفضت تقول له كده عشان هي عايزة حياة افضل ليه، وده لانه خريج جامعة ومن اسرة غنية ويستاهل انه يرتبط بانسان افضل منها. وبعدها نوفالي بتقعد مع ليكسي صاحبتها وبتحكي لها اللي حصل، فبتقول لها ليكسي ان طريقة تفكيرها دي غلط. وبتمر الايام وبتتعرف ليكسي على شخص من نفس المدينة اللي بتعيش فيها نوفالي وبيتجوزوا، وبتبقى ليكسي سعيدة جدا. وفي مكان تاني بيبقى بيلي محبط جدا لانه خسر شغله ومصيره خلاص هيبقى السجن، فبيفضل يشرب كتير جدا وبيبقى ماشي في الشوارع وهو سكران، وبيجي عند السكة الحديد والقطر بيخبطه. وبتعرف نوفالي باللي حصل لبيلي من الجرايد، فبتروح تزوره في المستشفى وبتعرف ان رجليه اتقطعت، وبيعتذر لها بيلي وبيقول لها ان هو كان خايف يشيل المسؤولية عشان كده هو كذب عليها وهرب منها. وهنا بتفتكر نوفالي انها كدبت على فورني وخبت عنه مشاعرها، فبتروح له على الكلية عشان تعترف له بحبها ليه. وهناك نوفالي بتشوف فورني وهو واقف مع اصحابه، وبتبقى في بنت زميلته بتتكلم معاه، فبتقرر
بتقرر نوفالي إنها تمشي وتسيب فورني لحياته الجديدة، لكن فورني بيشوفها وبيجري وراها وبيلحقها وبيسألها عن سبب وجودها في الجامعة، فبتقوله إنها بتحبه زي ما هو بيحبها، لكنها كذبت عليه عشان كانت شايفة إن هو يستحق إنسان أفضل منها. فبيفرح فورني بكلامها وبيعرض عليها الجواز على طول، وبتوافق نوفالي لأنها متأكدة إنه هياخد باله منها زي ما كان واخد باله من أخته وضحى عشانها، واللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد. وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وقولولنا رأيكم في الكومنتات.